شكرا. احكي لنا بقى عن الأزمة الصحية المفاجئة اللي تعرضتي ليها الفترة اللي فاتت دي، ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل ان انا كنت مسافرة مع صحابي وكنا بنتصور في مكان يعني زي جبل كده او حاجة. فانا رجعت بظهري كده فما كنتش عارفة بقى ان ظهري في منزل كده. ف بتهزري؟ اه وقعتي؟ صبر بقى وصخر وكل حاجة تحفة. وقعة. دي كانت فين؟ كانت في طريق الساحل. فجالي كدمات في ضلوع تنفس كان اشتباه شرخ يعني، وقعدت في البيت اسبوعين وكده واخدت علاج، كنت باخد مسكنات بقى طول اليوم. دلوقتي أحسن؟ اه الحمد لله لسه بعمل علاج طبيعي بس احسن يعني. طب رجعتي تصوير؟ احنا لسه. عارفين دلوقتي بتصوري ورقة توت. بالظبط. طب رجعتي تصوير ولا لسه أجازة؟ لا لسه اجازه بس خلاص هرجع الاسبوع ده يعني، خلاص خلصت الاسبوعين الاجازه يعني. طيب بما إننا اتكلمنا عن بقى، احكي لنا ايه دورك؟ هيتعرض امتى؟ هيتعرض امتى مش عارفه، يعني هو قريب بس مش عارفه امتى بالتحديد. بس دوري. قصدي اه هو هو 45 حلقه. هو مسلسل اخراج استاذ حسام علي. و الانتاج ايجل فيلمز. هو المسلسل الحلو اللي فيه ان هو بيناقش كذا قضيه وكلهم في مسلسل واحد. يعني احنا بنتكلم عن مثلا زواج القاصرات، عن الختان، عن العنف الجنسي، عن العنف الأسري، عن في كذا حاجة، وكل لاين حقيقي أحلى من اللي قبله. ف... فمبسوطة قوي لأنه أنا بجد بدأت أحب قوي إنه إن الجمهور لما بينتراكت أو بيتفاعل مع المسلسل بيبقى إحساس حلو قوي قوي قوي. ف... فدوري إن أنا بنت اسمها دليلة سي كلاس. بامُر بحاجة من الحاجات اللي أنا لسه قايلاها دلوقتي، وباحاول إن أنا أخرج منها، بس. شايفة إن دور الممثل إنه يعمل الأدوار اللي شبه دي أكتر، الحاجات اللي فيها رسالة وبتناقش قضايا معينة، شايفة إن ده دور الممثل أصلا؟ حاسة إن الممثل المفروض يعمل كل حاجة، يعني المفروض يبقى في مسلسلات ممكن من وجهة نظر الجمهور ما تبقاش ليها رسالة، بس في الآخر بتبقى ليها رسالة، بتبقى ليها معنى ممكن ما حدش يبقى فاهمه قوي. بس رأيي إن الممثل ممكن يعمل أي حاجة ولازم يعمل كل حاجة. لو رحنا بقى رجعنا 3 شهور لورا ورجعنا لخلي بالك من زيزي، مم. ازاي تقبلي دور أم وانتي أصلا يعني لسه صغيرة جدا؟ اه عادي، ما هو اصلا في، لو بنتكلم في الواقع يعني في امهات جوزوا بدري قوي اصغر مني وخلفوا. آم، انا بجد ما عنديش ازمه خالص ان انا اعمل دور ام او دور بنت في جامعه او دور بنت، مش يعني انا مؤمنه انه هو ده اصلا تحدي ان انت تعرفي تصغري وتكبري بشكلك. بس هو اللي كان صعب ان انا ما مريتش اصلا باحساس الامومه ده، بس كان اقرب حاجه ليه مثلا احساسي مع ولاد اختي مثلا، فحسيت اللي هو ماشي، يعني في حته امومه في الموضوع فكان سهل شويه. ايه أصغر موقف اتعرضتي له مع تيتو؟ تيتو. انه استاذ كريم الشناوي كان بيقعد يقول لي لازم تبقى علاقتك بريم عبد القادر نفسها اه كإنسانة تبقى قريبة جدا وتبقي بتحبي الأطفال، فحسيت اللي هو ما أعمل إيه؟ قال لي لازم تبقوا صحاب، يعني لازم تبقي بجد أمها، فاتصرفي شوفي أنت هتعملي إيه. فبقيت كل ما أشوفها الصبح أقول لها ها يا ريم أكلتي النهاردة شربتي إيه؟ طب استني أنا هجيب لك. فبدأت البنت تتخض مني لأنه اللي هو أنت بتعملي إيه؟ أنت انتي مين؟ مش ماما. أنت مش ماما بجد. كل شويه اقعد ابص كده، لو هي مثلا بتلعب ابص عشان ما تقعش، فهي تقوم مستغربه قوي كده اللي هو انت عايزه مني ايه يا ست. وبقيتوا صحاب؟ اه هي خطيره اصلا، هي ممثله شاطره جدا، انا مؤمنه ان ريم عبد القادر انسانه كبيره بس في جسم طفله، هي بجد ممثله شاطره جدا جدا يعني. اسماء، قولي لنا ايه الجديد اللي انتي متعاقدة عليه الفترة دي؟ حاليا انا بصور ورق التوت، وخلاص المفروض ان احنا قربنا نخلصه، ولسه بقرا كذا سكريبت بس لسه ما استقريتش على حاجه. ما خدتيش قرار لسه؟ لا. طب سينما ولا دراما؟ الاتنين مهمين جدا في حياة الممثل، بس انا حاسة ان انا كأسماء يعني محتاجة سينما اكتر الفترة دي. طب عند النقطة دي بقى، أسماء جلال شايفة إن السينما أصلا بتسيب تاريخ أكبر ولا دراما في ذاكرة الجمهور؟ هقولك اجابة على اساس انا كأسماء المشاهدة ماشي. انا مثلا بالنسبة لي من فترة كان الافلام، لان الافلام هي اللي بتعلم جدا. الناظر، زكي شاقي، الحاجات بقى اللي هي ومن ايام بقى عادل امام فاللي هو
والافلام الابيض واسود طبعا. بس انا بالنسبه لي الحقيقه والسراب بتفرج عليه لحد النهارده، لن اعيش في جلباب ابي بتفرج عليه لحد النهارده. متولي يعني اللي هو بجد لا، الاتنين لو حاجه مؤثره بشكل بيتعلق بالناس قوي، وحاسه ان المسلسل ده ابطاله شبهه وان هو نفس حياتهم، الاتنين هيعلموا. سمعتي عن الدراما كتير قوي ما عملتيش غير 3 مم. ليه؟ عشان مش كل حاجه بتجيلي المفروض ان انا اعملها، ما هو انا المفروض بختار ايه الحاجه اللي انا محتاجاها. وعشان كده من شويه انا كنت لسه بقولك ان انا حاسه ان انا محتاجه اركز اكتر في السينما، عشان انا كدراما عملت حاجات بالنسبه لي كويسه ومؤثره، بس حاسه ان انا محتاجه العب سينما اكتر. ايه رأيك في الأعمال اللي بتتعرض على المنصات الإلكترونية الجديدة زي شاهد ونتفليكس؟ انتي ال3 أفلام بتوعك تقريبا امم. كلهم بيتعرضوا حصري. اه. ده ما بيقلقكيش كفنانة إنه أكيد الجمهور اللي بيتفرج عليه المشتركين بس مش مم. كل الناس زي السينما وزي التلفزيون؟ بس هي دلوقتي اصلا تقريبا نسبه كبيره جدا من الناس بقت مشتركه، من ايام حتى من وقت الكورونا بالتحديد، لانه الناس بدات تزهق من الاعلانات وكده، فكلهم اشتركوا في البلاتفورمز دي. يعني مفيش حد بيتفرج على التلفزيون عادي، الناس كلها بيتفرجوا على يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا، والاشتراك اصلا مش رقم كبير، فتلاقي كل الناس اوريدي مشتركه. فلا بالعكس بطمن، لان هم هيتفرجوا على حاجه بجوده كويسه من غير اعلانات، فدي حاجه كويسه. بعيدا بقى عن الفن، مم. انتي بتقضي حياتك ازاي ويومك شكله عامل ازاي لو مالكيش تصوير؟ أم، يعني ماشي، انا شخص بيحب قوي اليوجا وبحب قوي المديتيشن، ومؤمنه ان هي بتعالج الانسان وبتخليه في حته نفسيه احسن. فدي اول حاجه انا بعملها اول ما بصحى، ان انا بهيل البيت من الطاقه السلبيه، بقعد ارش ملح وبفتح الشبابيك وبقعد اشغل بخور معينه. أم، وبعمل مديتيشن وبعمل يوجا. بعد كده ممكن اروح الجيم لو انا ظهري كويس. لو عندي اجازه طويله شويه بسافر مع صحابي بس. مين أكتر حد بيدعمك في عيلتك أو أصدقائك أو كده؟ حاسة إنه فعلا يعني الأب الروحي ليكي. ما فيش حد الاب الروحي ليا بصراحه، بس ممكن اقول ماي بest فريندز هم اللي بيشجعوني اكتر بكتير من اي حد تاني. لو ما كنتيش ممثلة كنتي بتحلمي تبقي بجد ما اعرفش، انا ما جاش في دماغي قبل كده ان انا ممكن ما اكونش ممثله، عشان من وانا صغيره عايزه اكون ممثله. بس انا طول عمري نفسي اكون فنانه شامله بكل حاجه ايه؟ يعني. ده حلمك من وانتي طفلة؟ اه، يعني الحاجه اللي ممكن تبقى مش ممثله ان انا اكون فنانه استعراضيه مثلا. فاهمه كنتي قصدي؟ بتحلمي تبقي ممثلة من وانتي من وانا صغيرة؟ صغيره جدا. كنتي حاسة إنك هتوصلي في الحلم ده؟ لا بصراحه، لان الموضوع كان مقفول من ناحيه امي، يعني انه لا، ده حاجه dangerous ولا مش المفروض ان احنا نفكر فيها اصلا. فكان بالنسبه لي كل ما اتكلم فيه الموضوع بيتقفل، فحسيت انه لا ما فيهوش امل. بس بعد كده لا، حصل يعني. وعملتي عشان تقنعي؟ ما اقنع يعني، هي اقتنعت مع الوقت بقى. مين أكتر فنان بتحلمي تمثلي معاه؟ اكتر فنان بحلم امثل معاه، انا بجد نفسي الفتره دي قوي امثل مع ماجد الكدواني. نفسي قوي، جالي معاه وقفه رجاله بس ما حصلش نصيب عشان كنت بصور انصاف مجانين فاعتذرت، بس حقيقي كان نفسي اشتغل معاه قوي في الفيلم ده. لو رجع بيكي الزمن للأبيض والأسود مم. تحبي تمثلي مع مين من الزمن ده؟ رشدي أباظة، أحمد مظهر، أحمد رمزي، يعني ما فيش فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، في كلهم وقت كتير. كلهم كلهم كلهم. أنا أصلا كان نفسي جدا أكون موجودة في الوقت ده بجد. أسماء ما تقلقيش تكون ملامح البريئة عائق بالنسبة لك في أدوار الشر؟ اولا ما عملتش ادوار شر قبل كده. ثانيا لو هنتكلم في ارض الواقع، هو الشرير ملوش مع ملامح معينه يعني. احنا ممكن نكتشف ان اكتر واحده خبيثه في القعده هي اكتر واحده جميله ورقيقه وكيوت وبتاع هو بيطلع من وراها حاجات، فما فيش مقياس للشر يعني. اصلا اكتر كارثه ان الناس بتبقى راسمه ان الشرير دايما لازم يبقى بشكل معين. it's all about the attitude مش الشكل. إيه أكتر حاجة نفسك تعمليها الفترة اللي جاية أو أكتر حاجة بتحلمي سواء على المستوى الشخصي أو الفني؟ على المستوى الشخصي محتاجة أكون راضية عن الحاجات اللي أنا بعملها، لأن ده بقى بالنسبة لي بقى تارجت إن أنا عايزة أوصله، لأنه دايما أنا حاسة إنه مهما بعمل أنا مش راضية. على مستوى الشغل، إنه زي ما قلت لك أنا حابة الفترة دي إن أنا أركز قوي في الحاجات اللي بتخلي الجمهور بيتفاعل،
وحاسه ان انا عايزه ابقى عملت افلام لذيذه، فاهمه قصدي، لذيذه ومؤثره وحاجه شبهي. نورتينا يا اسماء، ثانك مبسوطه يو. جدا معاكي بالانترفيو وانا ده، كمان. شكرا جدا. شكرا.